السلام عليكم. أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش. يعود أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادي الأهلي للتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة طلائع الجيش المقرر له يوم الجمعة القادم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز. وكان أكرم توفيق قد غاب عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر، والتي فاز بها المارد الأحمر بركلات الترجيح بناء على فرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لراحة اللاعب الذي شارك في كل المباريات بالفترة الأخيرة سواء مع الأهلي أو الفراعنة. ونجح أكرم توفيق في العودة لمستواه السابق الذي كان عليه قبل الإصابة بالرباط الصليبي، بل إن مستواه حاليا أفضل مما كان عليه قبل الرباط الصليبي الذي تعرض له في يناير من العام الماضي، وتسبب في غيابه عن الملاعب قرابة 8 أشهر. ولعب أكرم توفيق دورا في الانتصارات التي حققها الأهلي هذا الموسم بعدما فاز على الاتحاد التونسي في ذهاب وإياب دور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة، هدف في الذهاب وثلاثة في الإياب. كما ساهم في فوز الأهلي بالسوبر المحلي على حساب الزمالك بالفوز عليه بثنائية نظيفة بالإمارات، بجانب تحقيق 3 انتصارات محلية في الدوري أمام الإسماعيلي وأسوان والداخلية.